خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الرحيم، قناة الجالية العربية. اليوم في هذه الحلقة غادي نتكلموا على كارتا ريسبارميو سبيزا. ليمبس راه تم الإعلان على التواريخ اللي غادي يستلموا فيها كل العائلات لا كارتا ديال ريسبارميو سبيزا، وأعلنات حتى أن على كل التواريخ سواء إمتى غادي تطبعها يعني المكاتب ديال البريد، امتى غادي ترسلها الكوموني، وكل هذا التواريخ ومجموعة من النصائح لبعض الإخوان باش يتفاداو أنهم يكونوا مقصيين من هذه الكارتا. غادي نعرفوها في هذه الحلقة، إذا ما تمشوش بعيد، بعد الفاصل سنواصل. أول شيء، ليمبس راها بعثات لكل البلديات نهار 13 في شهر 6 2022، رسلت لها كل العائلات اللي عندها الحق انها تستافد من هذه الكارتا ريسبارميو سبيزا. اذا بدورها الكوموني اشنو غادي دير؟ الكوموني تقوم باش بالمراجعه ديال المعلومات، وهنا ملي تنقولوا المراجعه ديال المعلومات راه اول حاجه الانبس منين تتاخذ المعلومات ديالك؟ ستاخذهم من داك الايزاي اللي انت قدمتي في شهر واحد. وإلا وقع لك أي تغيير يعني في العائلة، سواء كان معك واحد وخرج ولا تزاد عندك واحد تاني وانت ما درتيش لا جورنامنتو ديال الايساي، راك هنا غادي تكون مقصي. يعني أنصحك مازال عندك الوقت باش دير تحديد ديال الايساي. لكن هنا الكوموني اشنو غادي دير؟ يعني غادي تأكد بأن هذاك النوكليو فاميلياري، يعني هذيك العائلة مازال مكونة من الأشخاص اللي داروا الإيزاي في شهر واحد، وبطبيعة الحال راه الإيزاي كما عارفين كاملين بأنه أقل من 15,000 أورو. حاجة أخرى، أي حاجة غيرتها في العائلة، سواء غيرت العنوان من عنوان إلى عنوان، سواء انقص واحد في العائلة أو تزاد واحد، يعني أي تعديل أو أي تغيير في العائلة تنتكلموا بالنسبة اللي تتعلق بالكوموني، يعني بالعلاقة عنده علاقة بالسكن، ما تنتكلموش على الدخل. أي واحد كان ما خدامش ومن بعد خدم، هذا ما عندهمش علاقة، هذا حاجة أخرى. الكوموني تيكونترولي غير المسائل اللي خاصة بالريزيدانسا، بالسكن فقط. إذا هنا تنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه اللي عنده أي شيء من هذه الأشياء يدير أجورنامنتو. حاجة أخرى، ليمبس لما رسل للكوموني نهار 13 شهر 6 وعاطيهم آخر مهلة، يعني آخر مهلة على أساس أن الكومونيات كلهم يرجعوا اللوائح للليمبس. يعني إمتى المهلة؟ هي نهار 26 في شهر 6، على أساس أن أي كوموني خاصة ترجع للليمبس، ترجع اللوائح بالتأكيد أو بالرفض لبعض العائلات. إذا كان هذيك العائلة عندها تغيير ولا هذا وما مديكلارياش في الإيزاي، إذا تما راه تيدروا لهم الإلغاء. أما إذا كانوا العائلات المستفيدة هما هذوك عندهم نفس المعلومات وصحيحة، يعني تتعطيهم التأكيد على هاد العائلات. إذا بالدور ديالها أن الكوموني من اللي غادي ترسل نهار 26، يعني هنا تنقولوا في داخل أجل 26 للكومونيات غادي ترسل للليمبس الجواب. من بعد يعني في داخل 10 أيام من نهار 26، يعني ملي تنحسبوا من ابتداء من 26 اللي هو اخر اجل على اساس ان الكومونيه تجاوبوا الانبس، اذا الانبس اشنو غادي يدير؟ ابتداء من 10 ايام، يعني من 26 6 الى حدود نهار 6 في شهر 7 2023، يعني 6 يوليوز، لازم ان الانبس ترسل للبريد، لمكاتب البريد، اللوائح على اساس ان المكاتب البريد تطبع هذوك الكارتات ديال بوست باي اللي اسميتهم كارت ريسبارميو سبيزا. اذا بدورها الليمبس حتى هي عندها، يعني باش تفهموا بان هذه المره كاينين تواريخ محدده لازم يلتزم بها كل طرف على حده، وهذه حاجه مهمه ومزيانه. اذا في دورها الليمبس لما تتوصل بالاخر لوائح اللي هو 26 6، اشنو غادي دير؟ غادي ترسل لمكاتب البريد في داخل اجل 10 ايام، يعني 6 في شهر 7. اذا بدورها مكاتب البريد اشنو خاصها دير؟ عندها 4 ايام باش انها توجد هذوك لي كارت لانهم اصلا مطبوعين، غير غادي تكون ليكي او كل عائله
مع هذاك الرقم تيتسمى نوميرو ايدنتيفيكاتيفو، يعني الرقم التعريفي لكل عائله. ملي تمشيو تاخذوا واحد لاكارت تتلقاو هذاك الجوا في واحد الكود، هذاك الكود غادي يربطوه بالكود اللي عطاتهم الامبس ديال كل عائله في ظرف شحال 4 أيام. يعني احنا امتى وصلنا دابا؟ ابتداء من 6/7 الى حدود الماكسيموم نهار 10 في شهر 7 ان الكارتات غادي يكونوا جاهزين للعائلات. حاجه اخرى، ملي يعني مكاتب البريد تجهز هاد لي كارت وتترسل للإمبس، شوفوا الاجراءات كلها كيفاش دايزه، تترسل للإمبس هذاك الرقم التعريفي ديال لاكارت اللي هو عطاتهم البريد. لما تترجعها للإمبس بدورها الإمبس ابتداء من نهار 10 في شهر 7 غادي ترسل للكومونيات هذاك الرقم التعريفي لكل العائلات المستفيدة. إذن هنا أشنو تيبقى أنه في أجل هنا وعاطي الأجل أن الكومونيات غادي يبداو يرسلوا للعائلات بالإشعار على أساس ابتداء من نهار 15 في شهر 7 2023. يعني هنا باش الناس، لأن عائلات كثيرة كانوا راسلوني وباغين يعرفوا امتى غيرسل لنا، انا راه ممكن ما تنكونش في الدار، انا خدام. لا، كون هاني بانه الاشعارات غيبداو يوصلوكم ابتداء من نهار 15 في شهر 7 2023. هنا تتسمى الاشعار النهائي، يعني ملي غادي يا اما يعيطوا لك في الهاتف الا ما لقاوكش المره الاولى المره الثانيه تيرسلوا لك رساله للريزيدانسا ديالك. تما ملي تجيك هذيك الرساله تتمشي بها للبريد لمكاتب البريد، وماشي كل مكاتب البريد راها مقبوله، فقط في كل مدينه راه كاين مكتب البريد اللي مقبول. الا كانت مدينه صغيره، الا كان مدينه كبيره راه كاين مجموعه ديال مكاتب البريد. وانا راه سبق لي وتكلمت في الموضوع في حلقه كامله شرحتها لكل الاخوان، وحطيت حتى يعني الرابط ديال مكاتب البريد المقبولة، وكذلك حطيت كل المعلومات. اللي بغى يرجع للحلقة راه غادي نخليها في صندوق الوصف اللي تلقاو فيها شرح مفصل لكل المعلومات، شحال من كوموني مقبول وشحال اي كوموني غادي يعطيك الكوطة ديال العائلات المستفيدة، ومعلومات مهمة غادي تلقاوها في الحلقة اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف لأنها حلقة كاملة. وهكذا ملي تتاخذ هذاك الاشعار تتمشي لمكاتب البريد تيسلموك هذيك لاكارت، وهذيك لاكارت راه ضروري مش انك دير بها سبيزا على الاقل قبل 15 سبتمبر 2023 والا ستلغى. واللي كما قلت لكم دخلوا الحلقه السابقه فيها شرح مفصل ومستوفي لكل المعلومات. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نكون حاولت نوصل الإخوان والأخوات دائما المعلومات الرسمية من قناة الجالية العربية عبد الرحيم. وحتى نتوما ما تنسوناش بالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس وبارطاجيو هذا الفيديو مع الإخوان والأخوات ديالكم باش تعمل فائدة للجميع، واللي مازال ما ضغطش لايك يضغط لايك باش تعمل فائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.